السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفة خفيفة كيمكن لكم تستعملوها أن بالنسبة للأطفال المدرسة، ولا إلا كنتو خارجين، ولا إلا حتى بالنسبة للكبار إذا غادي مزروبين هكا الخدمة ولا شي حاجة كيمكن لكم طيبوها في نفس الوقت. أحسن كاينين بزاف الناس كيطيبوا الماكلة ويديروا معاهم في الليل، من الأحسن في الصباح. المهم أنا هنايا عندي بطاطا. المهم كتاخدوا الحجم اللي بغيتو. عندي هنا 3 البيضات. هاد البيض اللي كتشوفوا داك البيض البلدي صغير، داكشي علاش دايره 3. يمكن لكم انكم تستعملوا 2 ولا 1 على حسب الحجم ديالو. هنا كنستعمل الفرماج، كنستعمل مرتديلا، كنستعمل هذا شامبينيو، اي حاجه اللي غنعمر بها كيف كتشوفوا. المهم كناخذوا بالنسبه للتوابل اشنو عندنا الملحه والبزار، ما كنستعملوش شي حاجه كثيره. الفرماج ثاني كيبقى الانواع، انا حطيت لكم هادشي كامل نعطيكم فكره، يعني يمكن لكم ما تستعملوش هادشي كامل في هاد الوصفه هذه. كيف غنشارك معكم في الاخير كنصاوبها حتى بهذا، كنصاوبها بالربيع. هنا صافي خديت البطاطا حكيتها، درتها شويه كتسقطر ماشي بزاف. صافي كنديرها فشي شبكه، كتشوفوا داك الماء ديالها اللي كيهبط. كناخذ الشامبينيو كندير معاه شويه ديال زيت العود وكنشحرو. هاد الشامبينيو هذا اللي خديته معلب، يعني كيكون راكم عارفين المعلب ما كيكونش فيه واحد المذاق زوين، داكشي اللي كنفضلوا اننا نشحروه. كيف كيمكن لكم تشدوه تنشفوه مزيان وديروه مع شويه الفرماج باش كيعطي المذاق اكثر. صافي هنا درت مع شويه البزار شويه الملحه. صافي من بعد ما شحرته هنا خديت البيض، غنطرب البيض بوحدو. هنا هاد العمليه حيت كان تصوير، هذاكشي علاش الفيديو غيجيكم طويل. مي هي راه ما كتاخذش معكم واحد 4 دقائق 5 دقائق، كديروها ديروها طيب، كتنقصوا عليها البيض، تمشيو تقضيو الاغراض ديالكم وتجيو تلقاوها، يعني ماشي ضروري انكم تبقاو واقفين عليها. المهم خديت البيض هنايا غنطربو مزيان. درت فيه حتى هو شويه هذا سميتو البزار هذا والملحه فقط. صافي هنايا البطاطا هانتوما كيف كتشوفوها هي درتها في ديك الشبكه، خليت داك الماء ديالها هبط منها، يعني ما تنشفوهاش بزاف، ولكن واحد تتوجدوا هادشي كامل عاد تحكوا البطاطا، يعني ما تحكوهاش بواحد الفتره وتخليوها لان كتكحل، وداك السوائل اللي فيها بزاف كيهبطوا. ما ديروش فيها الملحه ديروها في البيض. صافي كنخلطوا البطاطا مزيان مع البيض، كنشعلوا المقله عليها، كتكون البوطه تكون مهيله. هنايا الا درتو في هذه في وسط الخليط، هاد البطاطا والبيض درت وسط منهم الزيت، ماشي ضروري انكم ديروا الزيت في المقله. انا هنا كندير الزيت في المقله على حسب، بعض الاوقات كندير وسط منها الزيت. المهم صافي كنخليو المقله ماشي تسخن بزاف، المهم كنشعلوا عليها، كيف شفتوا هكا كنديروا الزيت. غنحط واحد الكميه قليله ون في وسط ديال المقلاه، ومن بعد كنعمرها. هانتوما غادي تشوفوا معايا هنايا. صافي من بعد هنا كنحط هذا سميتو، واخا طولت عليكم شويه بالنسبه للشرح، مي كيف قلت لكم ما كتاخذش واحد الوقت كتير، عرفتي، وكتجي زوينه بصراحه. كنديرها في حتى في شهر رمضان كنديرها، رانا بصراحه هذه مصورها قبل من رمضان، ولكن الله كندير لكم الصوت دابا. كندير المهم شامبينيو الوسط. اي حاجه عندكم كيمكن لكم ديروها هكا. كاين بعض الاوقات راه كندير حتى الخضار بالنسبه للدراري اللي ما كيبغوش الخضار، خصوصا الدراري الصغار. تاخذوا مثلا خيزو وتاخذوا القرعه كورجيت وتحكوهم وتشحروهم شويه وديروهم هكا مع الفرماج مع اي حاجه كيبغيو الوليدات، وديرهم وسط البطاطا. عرفتي بصراحه كيجيو زوينين. حتى بالنسبه للدراري كياكلوهم، يعني تعرفوا بحال هادشي كيخليو الدراري ياكلوا لينا الخضره. وسبق لي عندي واحد الفيديو رانا درت هاد الطريقه، كنصاوبها الابن ديالي، وكنت صاوبتها انا كنطلبوها منهم في واحد الحفل. الخضار حتى هو كنديرها نفس الطريقه. دابا نحطو لكم في اخر الفيديو ان شاء الله وتشوفوا تاخذوا عليه فكره كيفاش كنديرها. وخصوصا دابا فصل الصيف كنبغيو نخرجوا، بصراحه كتنفع هذه مزيان. يمكن لكم انها كتكال بلا خبز. انا عندي واحد ولد الاخت ديالي ملي كيكون غادي لهذا المدرسه، يعني حيت عنده بعض الاوقات يعني كيدخل تقريبا من 9 ما يخرجش على 4 ولا هكا، كيديها معاه. عرفتي كياكلها هكاك بلا خبز ولا والو، كتجي زوينه. الا كانت عندكم بحال هاد المقله هكا كبيره، من الاحسن انكم وكنتو غتحطوها في الطبله ولا شي حاجه ديروها كامله بحال هكا. مي انا كتعجبني هاد الصغيره، وواحد الصغيره واحده اخرى في المقله اللي دابا نوريها لكم، ديك اللي كندير ديال 7 ديال ديك الصغيره. كتكون احسن الا كنتو تحطوها هكا في الطبله للافراد، ولا بغيت دير معاهم مدرسه ولا شي حاجه. ميم اللي باغي يختصر ويزرب راه يدير ديك المقله الكبيره. هانتوما كي شفتوا درتها غطيت عليها، خليت عليها العافيه مهيله
حتى طابت، حيت باش كطيب حتى البطاطا من الداخل وكتجي حتى مقرمشه من الخارج. يعني حتى الا ملي كطيب وكتساليو كيبقى لكم داك الفاصل اللي غطيتو عليه. هانتوما هنا درت الكاشير، درت الفرماج، درت داك الشامبينيون، وكتنوعوا هكايا، كتغطيو عليها وكتخليوها. من بعد كتقدروا ديروها، تحيدوا الغطاء وتسخنوها هكا كتجي عرفتي مقرمشه. ما نقولش لكم كتجي رائعه بصراحه. كيف كيمكن ليا بعض الاوقات انا هاد البطاطا هذه كامله كنشدها كنحكها كنخلط معاها الفرماج بحال هكا على حسب الوقت وشنو بغيت ندير. كنبغي ننوع فيها ولا نزرب ولا هانتوما شفتوا كيفاش كتكون مجموعه وكتقلب. هنا ثاني راه كندير شويه الزيت باش كيعطيني ديك القرمشه في الوجه. كيف قلت لكم ما ديروش الزيت في الداخل، ديروه على برا. الا درتو على برا راه عارفين مع المقله كتكون هكا. الا كانت ما كتلصقش ماشي ضروري انكم ديروا الزيت في المقله. الا كانت كتلصق راه ضروري، ولكن يستحسن يكونوا نقيلات بحال هكا كتكون مزيانه. قلت لكم بعض الاوقات نحك البطاطا ونحك الفرماج وكنخلطهم كاملين وكنديرهم هكا يطيبوا. يعني ما كنديرها في الوسط لا في والو، كنخلطها معاها كامله وكنديرها هكا كطيب. هانتوما شفتوا دابا كيفاش كتجي بصراحه كتجي زوين، حتى الشكل ديالها كيجي زوين ويعني كتكال. المهم الا كنتو غاديين خارجين شي خرجه يعني ديروها هكا مع المهم اي حاجه وحده اخرى، مع السلطه مع شي حاجه تهزوها معكم كتكون احسن. وبالزربه يعني الانسان ماشي كيبقى ياخذ ليه الوقت بزاف. صافي المهم هنا نتوما كتشوفوا من بعد ما طابت حتى في الشكل ديالها ملي كتقطعوها كتجي بصراحه زوينه، كتعطي داك المنظر ديال ان راه فيها واحد الحشوه. علاش درت كاشير؟ باش كيعطي اللون بحال هكا. مي بعض الاوقات راه كندير حتى الفرماج عادي، الفرماج مثلث ولا مربع ولا هكا كنديرو في الوسط. ملي كتحليها كتجي زوينه. هانتوما شفتوا صافي. هنا نتوما غتشوفوا معايا هذه اللي كندير فيها القزبر، عفوا كندير فيها المعدنوس، حتى هي كتجي زوينه. يعني هنا هذه اللي شفتوا معايا دابا دايره فيها غير المعدنوس بوحدو صافي. وكيف العاده البطاطا وداكشي، عفوا الزيت البطاطا المهم حكيتها قطعت المعدنوس. هانتوما كتشوفوا ثاني كنطيبها بحال هكا. هنايا درتها بالزيت الروميه على حسب كل واحد كيف اللي كيبغي. المهم عندنا احزاب، كاين اللي كيبغي البطاطا كاين اللي كيبغي زيت الروميه، كاين اللي كيبغي زيت العود. المهم صافي هنايا ها هي كيف كملات. انتم نخليكم تشوفوا معايا باقي الصور اللي كنت كنصاوبها. كنت كل مره فيما كنصور شويه لقطه وداكشي، ولكن كاينين بزاف الاشكال كندير ما حطيتهمش لكم. المهم انا عطيتكم هذه الفكره هذه باختصار. اللي بغى يوجدها هكا الصيف دابا الخدمه الدراري اللي كيمشيو للمدرسه مع شي حاجه اخرى كتجي زوينه. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو عن قريب.